أهلًا بكم حبايبي في قناتي، قناة سهل ولذيذ مع وفاء. النهارده بقى قُلنا نعمل معاكم بقى البصل اللي هو المخلل السريع، كلنا بنشتريه طبعًا من برّه غالي جدًا، قُلنا نعمله معاكم قبل رمضان بس ما لحقتش، فقُلت هاعمله بقى سريع كده نعمله إن شاء الله في شهر رمضان عادي أنا عاملاه النهارده، فقُلت أعمله معانا ناكله في نفس اليوم كده نفطر بيه. جِبت كيلو من البصل كان في السوق كده صغير عجبني، فجِبته ب12 جنيه ونُص الصغير ده، فكان جميل معايا، قُلت هاعمله بقى مخلل إن شاء الله، وناكل منه على طول كده، ما نشتريش بقى ولا كده، أنا كنت هاشتري جاهز، بصراحة قُلت لأ، ده أحسن ونعمله في البيت أوفر وأحسن، وحاجة هنعملها مضمونة كده في بيتنا. نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد وأقول لِك عملت البصل ده إزاي. بدأت في حلة على النار بمَيّة مغلية، هابدأ أشطف البصل بتاعي شوية شطفة، وهانزل بيه كده على المَيّة المغلية، هياخد له حوالي 10 دقايق غلوتين حلوين كده، وهابدأ بقى أنشله كده وأحطه في مصفى أصفيه. وهابدأ طبعًا في المَيّة دي هانزل بحوالي معلقتين من الملح، وحوالي ربع فنجان من الخل، وهاقلّبه كده هياخد حوالي غلوتين بالضبط. يعني المهم إن أنتِ ما تغلوهوش زيادة عن اللزوم أو تسيبيه أزيد من 10 دقايق إن هو يتهري معاكِ، لإن هو بيتهري بسرعة. فهابدأ كده نزلت بالملح بتاعي، أنتِ لو معلقة كبيرة حطّي معلقتين كبار، لو معلقة وسط بتاعة الأكل العادية حطّي 3 معالق. وهابدأ كده خلاص أنا كده يعني بدأ معايا يستوي، السِوَى اللي هو ينفع للمخلل على طول. بابدأ خلاص نزّلته من على النار، هانشيله كده في مصفى، وهانزّل عليه مَيّة ساقعة لازم طبعًا أبرّده جدًا، ما ينفعش أسيبه في المَيّة السخنة، ولا ينفع إن أنا أسيبه سخن كده وبيطلّع بخار، لازم أشطفه بمَيّة ساقعة، وهابدأ أقشّره معاكِ وهتشوفي. بدأت طبعًا الحلة اللي أنا عملت فيها شطفتها وحطيت فيها مَيّة، دي مَيّة التخليل، ولازم تكون باردة عندي، دي بخ ب باغل باغليها، وفي نفس الوقت بابردها بعدها. لازم تبرد معايا برضه، إنما المَيّة اللي سلقت فيها لازم تكون مغلية طبعًا سلقته في مَيّة مغلية. بدأت قشّرته بالشكل ده بيتقشّر بكل سهولة معاكِ وسليقه جميل ومش مهري ولا أي حاجة، شايفين الواحدة بوحدتها وجميلة إزاي؟ هابدأ كده أنزل بيه كده بالشكل ده متقشّر، وهابدأ أجهّز المكونات عندي اللي أنا هاخلّل بيها. أول حاجة أنا معايا برطمان يعني بلاستيك، عندِك برطمان إزاز أي حاجة عندِك هتتخلّل فيها عادي. بدأت كده البرطمان عندي حوالي وياخد أكتر من كيلو، فأنا بدأت إيه، قُلت هاعمل فيه وخلاص. عندي بقى هريسة الشطة قُلت أعملها معاكِ على القناة مع إني عاملاها قبل كده، بس هريسة الشطة دي لازم تعرفي برضه لإنها بتبقى مفيدة جدًا للمخلّلات وجميلة وبتخلّي لِك المخلّل في حتّة تانية. بدأت كده قطّعت الفلفل بتاعي، كنت جايبة حوالي نُص كيلو من الفلفل اللي هو الأحمر الحامي ده. بدأت نزلت بيه كده في الكَبّة هافرمه، وهاقول لِك دلوقتي برضه ترِكّة باعمله فيها إن هو يتخزّن عندي، ينفع لسمك، ينفع لمخلِّل، بينفع لملوخية، لبامية، لأي حاجة عندِك في البيت هينفع، لمحاشي، لأي حاجة. بدأت نزلت بالكَبّة وهانزل بحوالي معلقة من الملح، ده اللي أنا يعني قطّعته منه، وهانزل حوالي معلقة من الملح وهابدأ كده هافرمه، ياخد فرمة حلوة ناعمة بالشكل ده، لحد ما يبقى معايا يعني بالشكل الجميل ده. طبعًا أنا في القناة قبل كده عملته من غير البذر، المرّة دي عاملاه بالبذر، لإن البذرة بتاعته شطة، فدي الشطة دي مهمة جدًا إن تنفع للمخللات، فلازم أحطها في إيه، في المخلل. بدأت كده نزلت بقى بالملح بتاعي لكل لتر مَيّة أنا باحط 4 معالق من الملح، بالبصل بالذات 4 معالق، في المخللات الخيار والحاجات التانية باحط 3، وعندي 3 ورقات من اللوري، وعندي معلقة من السكر كبيرة. هابدأ أنزل طبعًا بالسكر والملح واللوري في الإيه، لو عندِك فلفل أسود حصى ممكن تحطّي برضه، أنا ما كانش عندي، بتحطّي برضه حبّتين 3 كده بيدّي برضه للمخلل طعم حلو. هابدأ أنزل وهاقلّب بمعلقة كده بالشكل ده، وهانزل بفنجان من الخل غير اللي أنا حطيته في المَيّة اللي أنا سلقت فيها، وهابدأ أقلّب كويس جدًا لحد ما يدوب الملح والسكر في المَيّة معايا. المخلّلات دي من أسرع المخلّلات وتنفع في الشهر الكريم ناكلها مع الفطار، أعاد عليكم الله بالخير واليمن والبركات، اللهم تقبّل صيامنا يا رب وصلاتنا وقيامنا يا رب العالمين. بدأت كده قلّبت كده وهانزل بقى بالبصل بتاعي، وطبعًا أنا باشرة جزراية، الجزراية ديّة وسِنّة لون كده، حابة تحطيها حابة، مش حابة اللون خالص ماشي، بس أنا حبيت أعمله زي المحلات المخلّلات. بدأت كده نزلت بسِنّة اللون، ونزلت بالجزر بتاعي، ونزلت بكل حاجة في البرطمان، طبعًا أنا كنت ممكن أقلّبه معاكم في طبق، بس أنا قُلت عشان ما اوسّخش مواعين أو ما يبقاش عندي مهدّرة مواعين كتير، فهابدأ أنزل بالحاجة على طول في البرطمان.
بدأت كده نزلت بقى بالمَيّة، بالملح، بالسكر، بكل حاجة أنا حطيتها، وهابدأ أنزل بالبصل بتاعي، كده مجهزة المَيّة عندي تمام التمام، ومتقلب الملح فيها وزي الفل. هابدأ أنزل بقى بالبصل بتاعي بالشكل ده، لحد ما أنزل بكمية البصل بتاعتي كلها، خلاص كده. هابدأ بقى أغطّي هانزل بس بنقطة زيت كده عشان برضه لو هيسيبه فترة، يعني أنا هاطلّع منه مثلًا في اليوم، بس حابة أسيبه شوية بالزيت بيحفظه لي برضه، وده للتخليل اللي الزيت ده في أي مخلل بيحفظه لِك فترة كبيرة كمان. إحنا كده هناكله، أنا في يعني كده كلت أصلًا منه بعدها يعني أنا كنت عاملاه بعد الفطار، كان منه على الفطار تاني يوم. كان يعني اتخلِّل وبقى ما شاء الله عليه، شايفين شكله وجماله، يا جماله، يا جماله، يا حلاوته، يا حلاوته، حلّو يا حلّو، رمضان جانا يا ولاد، شايفين يا حبايبي؟ أحلى مخلِّل ممكن تاكليه في الفطار يفتح نِفسِك، وحاجة جميلة ما شاء الله عليه وعلى حلاوته، شايفين شكله وشكل الجزر عليه عامل إزاي؟ والدقة بتاعته تتاكل أكل، تتشرب كده، جميل ما شاء الله، شايفين يا حبايبي الشكل والجمال؟ أفتح لكم واحدة برضه تشوفوها متخلِّلة وزي الفل. وحاجة كده جميلة وروعة ولا غالية ومضمونة ومعمولة في بيتِك، حاجة نضافة وجميلة جدًا، جدًا، جدًا. جرّبوه بصراحة حاجة جميلة مش هتندموا والله جميل وهتاكليه في أسرع وقت وحاجة كده حلوة جدًا. وهاعمل معاكِ برضه الجزر وهاعمل معاكِ المخلل الخيار، أسرع مخللات ممكن تعمليها في 6 ساعات أو 7 ساعات تاكليه. شايفين حبايبي شكله وجماله؟ بدأت كده حطيت في الطبق بالشكل ده، هناكل منه طبعًا على الفطار، في الفترة دي كنت باجهّز الفطار، شايفين حبايبي أشوفكم على خير في فيديوهات جاية إن شاء الله.